سؤال مهم لازم اجاوب عليه. ناس كتير سألته في موضوع الحمام ان هو مريح فترات طويلة. طبعا في لغاية دلوقتي ظاهرة غريبة جدا عند كل الناس، مش عندي انا بس، ان الحمام بيقلش بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ازيكم اخواتي وحبايبي متابعينا على القناة جوه مصر وبره مصر. اتمنى ان شاء الله ان حضراتكم تكونوا بخير وبصحة وسعادة. النهاردة جايب لكم الحل النهائي لموضوع الحمام المريح واللي مش راضي يبيض عند الناس بقاله فترة. المشكلة ديت ناس كتير عانت منها. طبعا بعد غلو الفيتامينات المستوردة زي الجروفيت بدأنا ندور على بدايل مصرية بشري عشان خاطر نساعد الحمام ان هو يتخطي المرحلة ديت والحمام يبدأ يشتغل. طبعا من الحاجات المهمة اللي لازم نذكرها في بداية الكلام ان انت اول حاجة لازم تكون مديها للحمام قبل ما تدي الفيتامين اللي هقول لحضرتك عليه. جرعة الديدان بتديها للحمام على جوع وعطش، وبعد كده بترجع تكررها بعد 14 يوم من نفس النوعية اللي مدي منها، وبعد كده هتبدأ تدي الفيتامين اللي هقول لحضرتك عليه دلوقتي. لكن قبل ما نبتدي الفيديو ما ننساش نصلي على الحبيب المصطفى ونقول بسم الله الرحمن. طبعا الفترة ديت زي ما معروف للناس كلها ان الحمام مريح وكمان في مشكلة الترويق، لكن الحمد لله بعد ما استخدمت الفيتامين دوت بسم الله ما شاء الله الحمام معظمه كله بدأ يحصي. حتى تاريخ الحصوة هو قصاد حضراتكم، واللي مش محصي يعني هو حتى هو بسم الله ما شاء الله الجوز ده محصي تمام. الجوز دوت بسم الله ما شاء الله برضو محصي. هتلاقي معظم الحمام بفضل الله واللي بيحضر للبيض يعني هتبص تلاقي دول مثلا النتايه تحتها الحضان دول زغلولين وهي معبيه، ودي بسم الله ما شاء الله لسه محصيه هي اول حصوه النتايه المراسله ديت. طبعا الناس اشتكت كتير واشتكت كمان من موضوع التحيض، فاحنا دورنا على منتج جميل بشري نقدر نستخدمه مع الحمام بعد ما ادينا جرعه الديدان عشان خاطر الحمام يبدا يفرخ. وفعلا المنتج دوت جاب نتيجه كويسه جدا مع الحمام، وبسم الله ما شاء الله معظم الحمام عندي بدأ يحصي. المنتج دوت عباره عن فيتامينات مخصصه للاطفال اسمه كيدز ترون. كيدز ترون دوت سعره غالي شوية، لكن على الأقل أرخص من الفيتامين المستورد اللي هو الجروفيت اللي بيخلي الحمام يشتغل. ده سعره 50 جنيه بشري، هو مخصص للأطفال لكن فيتامين ممتاز جدا. في مجموعة فيتامينات قوية بتساعد الحمام على الفرخ ونفس نتيجة الجروفيت. الفيتامينات اللي موجودة فيه فيتامين سي وفيتامين بي 6 وفي فوليك اسيد وفي فيتامين بي 12 وفي زنك وفي كوبر وفي مجموعة فيتامينات، وكمان في عسل عشان خاطر طبعا الجو اللي هيبدأ يسقع اليومين الجايين دولا، وطبعا في حديد كمان، وفي مجموعة فيتامينات كويسة زي الزنك والنحاس ومنجنيز. في مجموعة فيتامينات قوية جدا. طيب دوت استخدامه هيكون ازاي؟ طبعا هو سايل، ده شكل الازازة من جوه اوريها لحضراتكم، ده شكلها. هو السائل نفسه تقيل شوية عشان خاطر فيه عسل، يعني هو من ضمن التركيبة بتاعته ان هو فيه عسل. المشكلة اللي هتواجهك وانت بتدي الفيتامين دوت ان ريحته صعبة شوية، وما انصحكش ان انت تركن الميه اكتر من يوم. يعني انت لو هتحط زي ما انا هستخدم النهارده في المسائي الاوتوماتيك هحط مقدار يقضيهم يوم وازود بعد كده بالازازه بحيث ان انا الفيتامين نفسه ما يركنش مني. طيب هنستخدمه ازاي؟ هنستخدمه عباره عن سنتي واحد على اللتر. سنتي واحد على اللتر على ماء الشرب هيقدم للحمام من 3 ل5 أيام. يعني من هتبتدي تدي 3 أيام ورا بعض متصلين أو 5 أيام وبعد كده تفصل. طب هستخدمه كم مرة في الشهر؟
تقدر تستخدمه لو انت الحمام مريح عندك خالص، تقدر تستخدمه مرتين في الشهر، مرة اول الشهر ومرة اخر الشهر. اهو ده برضو من ضمن الحمام بسم الله ما شاء الله اللي حصة، لسه محصية برضو هي بسم الله ما شاء الله. بص عليها محصية بفضل الله، حصواية واحدة اهيت تمام. ده من ضمن الحمام اللي كان مريح عندي. طبعا ده بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل الفيتامين الكيدز ترون. تقدر حضرتك زي ما قلنا تجيبه من اي صيدليه بشريه. طيب سؤال مهم لازم اجاوب عليه، ناس كتير سالته في موضوع الحمام ان هو مريح فترات طويله. طبعا في لغايه دلوقتي ظاهره غريبه جدا عند كل الناس مش عندي انا بس، ان الحمام بيقلش ويرجع يقلش. ده يعتقد في اعتقادي الشخصي ان دوت بسبب ان السنه دي الشتاء جاي متاخر، يعني فتره الصيف نفسها طولت، فدي نتيجه التغير البيئي حصل عند الحمام نوع من انواع اللخبطه في الساعه البيولوجيه، الله اعلم. يعني ده تفسير انا، يعني لان الناس كتير اشتكت ان الحمام قلش ورجع قلش تاني وكلام زي كده. طبعا الفيتامين ده هيساعد على ان الحمام يخلص قلش بسرعه، وكمان هتلاقي منه نتيجة كويسة جدا في موضوع ترويق الذكور، وكمان هتلاقي بسم الله ما شاء الله معاك حجم الزغاليل ممتاز، لانه طبعا فيه فيتامينات كويسة جدا اهمها الحديد والزنك وفيتامين ب 12. كل الفيتامينات ديت هتساعد الحمام سواء كبير او زغاليل انه يكون صحته كويسة، وان القلش يخلص بسرعة، وان الاناث تكون مستعدة لوضع البيض في أسرع وقت. زي ما وريت لحضراتكم الحمد لله الحمام كله عندي معظمه بدأ إن هو يحصي بفضل الفيتامين دوت. أرجو إن شاء الله إن الفيديو يكون عجب حضراتكم وأفادكم، وما تنسوناش بصالح الدعاء، وما تنساش اللايك الجميل بتاعك. الناس اللي بتتفرج على الفيديو دايما بعد إذنك انزل لتحت شوية ودوس لايك، لأنه بيفرق معانا كتير في فيديو إن هو يوصل لناس أكتر من المشاهدين. وتحياتي للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.